بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل شوية حاجات قبل ما ندخل على رمضان كده ليلة السحور. بس قبل ما تدخلي بالله عليكي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة وقفة رمضان، بكرة إن شاء الله بإذن الله رمضان، فأعمل شوية حاجات كده وتجهيزات لبكرة بإذن الله. بس زي ما قلت لك شجعي لولو وحطي لايك. اول حاجه بقى ايه، جبت حله كبيره كده وجبت السكر بتاعي، انا بفضيه في جردل كده وباخد منه، وحطيت حوالي 2 كيلو سكر كده، وهحط عليهم حوالي لتر ميه. وقلت بقى يا بت حطيهم في حله كبيره عشان ما يفروش ويبهدلوا لك البوتاجاز. ونعمل بقى شربات للكنافه وللقطايف بلح الشام لكل الحلويات الشرقيه. هعمل لك شربات قوامه مناسب جدا ومناسب جدا لكل الحلويات الشرقيه، وهيقعد معاكي ان شاء الله طول شهر رمضان. تعبيه في ازايز وتحطيه في باب التلاجة، بيقعد معاكي وقت طويل. انا ممكن يكفيني الشهر، ممكن باجي لاخر اسبوع كده وبعمل مثلا حبة صغيرين يكفوني اسبوع ولا حاجة. يعني ممكن يكفيني وممكن لا. فانا وعصرت له عصرة ليمونة كده وحطيته على النار. اوعي تقلبيه ولا تيجي جنبه لغاية ما يغلي، بعد كده بقى تبقي تقلبيه. طبعا كان عندي تمر كده من بتاع رمضان الجميل ده اللي بنفطر عليه، مش اللي بنبله، اللي بنفطر عليه التمر الطري. بفضيه بقى في البونبونيره وفي السبت ده عشان يبقى قدام الولاد ياخدوا منه كل يوم بقى ايه للفطار. ما بغسلوش ولا اي حاجه عشان لو غسلتيه ممكن يبوظ لما بيجوا ياكلوه بيغسلوه. فهفضيهم كده. قلت بقى يا بت ايه، جهزي لك شويه حاجات كده يسهلوا عليك الدنيا. طبعا السنه دي الله المستعان مفيش خشاف بقى ولا قراصيه ولا مشمشيه ولا كلام من ده. ليه يا لولو؟ لان الظروف الاقتصاديه وحشه جدا على الناس كلها. احنا الحمد لله عندنا وكل حاجه، بس انا ما اقدرش اصور الحاجات دي وما اقدرش اوريكم الكلام ده. وجبت لحومي وجبت فراخي وجبت اللحمه المفرومه وكل حاجه وكيست كل حاجه في الفريزر. بس انا الصراحه ما اقدرش اوريكم الحاجات دي احتراما لمشاعر الناس، لان السنه دي الوضع صعب جدا صعب جدا. فمش محتاج افوره ولا حد يحزن حد على حاله ولا حد يبكت حد على حاله. كل واحد فينا يعمل اللي يريحه ويجيب اللي يعجبه. فانا ايه، بوريكم بس حاجات بسيطه ومقتطفات بسيطه من حياتي كده. بس في الحقيقه اعذروني مش كل حاجه ايه ينفع اوريها لكم احتراما لمشاعر بس الناس. فانا جبت جوز هند وزبيب وسوداني، ربع وربع وربع، 3/4. هكسر السوداني شويه واثبته على بعض كده واحطهم في حاجه كده، اخد منهم بقى للكنافه للقطايف لاي حاجه انا عايزاها. فانت تقدري تعملي كده وتمشي امورك. انا بوريكم الحاجات الاقتصاديه السهله جدا البسيطه اللي مش هتخلى من اي بيت. تجيبي لك كيلو بلح طري زي كده، او كيلو بلح ناشف للبل يعني انت واللي يعجبك، وربع سوداني، ربع جوز هند، ربع زبيب. حطيهم على بعض واستخدميهم للحلويات واعملي لك شربات. غير بقى الافوره بتاعت بقى، تعالى اوريكم خزيني في رمضان. انا والله يعني جبت كميه فراخ وغسلتها، بس مرضتش الصراحه اصور الفيديو ده خالص. انا ضد الموضوع ده خالص، مش هينفع اصوره للناس، واحتراما لمشاعركم زي ما لمشاعر الناس. زي ما قلت لكم كل الناس بتجيب وكل الناس الحمد لله، بس احنا لازم ناخد في الاعتبار ان السنه دي غير اي سنه خالص. الظروف الدنيا غاليه جدا يا جماعه. ربنا يعين الناس كلها يا رب ويجعله شهر فضيل علينا. طبعا العسل تظبطيه ازاي؟ العسل بعد ما يغلي على الساعه كده ربع ساعه وطفي عليه، هيبقى معاكي زي الفل. بص قوامه مظبوط، لونه مظبوط، عمره ما هيسكر معاكي، ينفع لكل الحلويات الشرقيه، يقعد معاكي شهر بحاله ما يجرالوش اي حاجه في التلاجة. عبيته في ازاز كده وبحطه في باب التلاجة، بيفضل معايا وقت طويل الصراحه. بصوا انا جايبه فول بلدي، بس بوريكم الفرق بينهم. بصوا الفول الابيض ده فول بتاع السنه دي، ده فول طازه لسه بتاع السنه دي، غير الفول الغامقه دي من السنه اللي فاتت. الغامقه دي الهوا بيغمقها على فكره، لما بتغيب في الهوا بتغمق كده. غير هي فوله بلدي برضو وجميله جدا وبتستوي بسرعه وبتبقى جميله جدا في التدميس، الفول البلدي الصغير ده. بس انا ايه عملت ميكس بينهم كده، الغامق ده بتاع السنه اللي فاتت والفاتح ده بتاع السنه دي. جبت بقى اهو حوالي كيلو فول كده، بغسله غسله محترمه، وطبعا هو نضيف يعني مش محتاج يتنقى ولا حاجه. وهغسله بس غسلتين حلوين كده، وبعد كده احط عليه ميه وانقعه. تنقعيه قد ايه يا لولو؟ بنقعه بتاع ساعتين 3 كده، وبعد كده بشتغل فيه عادي. النقع حلو جدا لاي بقوليات علشان الغازات اللي فيها بصراحه. اي بقوليات لازم تنقعها مش اقل من 5-6 ساعات عشان الغازات اللي فيها تطلع يعني. اهو انا على فكره نقعته من الظهر كده وما ولعتش عليه غير بعد المغرب الصراحه. بصوا هحط الميه اهو وهنقعه فيها واسيبه بقى.
طبعا انا ليله رمضان دي بنجهز شويه حاجات كده علشان ايه الدنيا تروق معانا كده وما يبقاش ورانا حاجه ايه بالنهار رمضان، نبقى برضك فاضيين وكده. جبت بقى الكركديه بتاعي اللوزه الجميل ده الحبه الكامله كده اهو، بشطفه شطفه حلوه لان ده بيبقى فيه تراب كتير. بصوا الميه نازله منه عامله ازاي، بيبقى فيه تراب كتير معروض في الشارع يعني. وبعد كده هنقعه هو كمان، نقعته مع الفول من الظهر وصفيته برضو بعد المغرب عشان اخد منه كله الخلاصه وكل الطعم وكل حاجه. في ناس بتغلي الميه وتحطه حلو برضو، بس انا بحب انقعه على الساقع كده علشان جوزي ضغطه عالي فما ينفعش، ما بيشربش المغلي ده، فانا لازم انقعه على البارد كده. مع ان انت لو نقعتيه على السخن هتاخد منه كميه اكبر وهيبقى يرمي معاكي كميه اكبر يعني. وبحط عليه السكر عشان يدوب معاه وما يغلبنيش وانا ايه بصفيه. طبعا الفول كنت خلاص صفيته من الميه وحطيت له ميه نظيفه. بحط له حبه عدس وحبه غله بليله وحبه فول مدشوش، كبشه 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 كده، 3 كبشات غسلتهم وحطيتهم عليه. وقطعت ليمونه كبيره شرايح كده بحطها على الوش، الليمونه دي بتخليه ما بيسودش بس كده. ما بحطلوش اي حاجه تانية، لا توم ولا بقى اي حاجه تانية من اللي الناس بتحطها، ولا طماطم ولا كلام من ده، ولا حتى بحط له لون. انا بحبه بلونه الطبيعي ده، ما بحبوش بلون خالص. ساعة ما بيغلي بوطي عليه النار شمعة واسيبه بقى بيقعد له 4 ساعات 5 ساعات تبع نوع الفول اللي انت جايباه. بصوا الكركديه بعد ما قعد له برده بتاع 3-4 ساعات بقى بصوا غامق كده ونزل كل الميه اللي فيه، والسكر ده بقى بس هو اترصب يعني في قعر الطبق، فبنزله برده عليه بالميه كده وبصفيه بقى بالمصفى. بصفيه كذا مره على فكره، وبعصر الكركديه ده عشان ينزل كل الخلاصه اللي فيه ومرميش منه اي حاجه. الصراحه بيرمي كميه محترمه يعني. بس زي ما قلت لك لو انتوا مش مرضى ضغط ممكن تحطي عليه ميه سخنه، هينزل معاكي لون بسرعه وهينزل معاكي اكبر كميه لون يعني. بس انا بصراحه بحبه على الساقع كده عشان الضغط. بصوا بصفيه انا كمان بعد ما طفيت الكاميرا قعدت اصفيه بايدي كده واعصره بايدي، نزل كل حاجه الصراحه. بصوا غامق ازاي، ده طبعا تقيل جدا لازم يتخفف بشويه ميه، مش هينفع يتشرب تقيل قوي كده، لازم يتخفف بشويه ميه. وبتدوقي بقى فرصه ان احنا بعد الفطار وتدوقي بقى عشان تشوفي سكره مظبوط ولا لا. انا بحب اعمل الكركديه والخروب والدوم والكلام ده كله بالليل بعد الفطار الصراحه، او قبل رمضان ما يبتدي. ليه بقى؟ علشان ادوق واشوف سكره عامل ازاي، علشان انتوا عارفين في الصيام بقى بنبقى محتارين في السكر. عملت كميه كبيره يعني. بصوا عبيت الشفشق الكبير ده وعبيت ازازتين كده، وكان فاضل حبه كمان حطيتهم في كيسين كده عشان الكيس خفت يبقى مخروم ولا حاجه. هحط بقى الازايز والكيس في الفريزر وهسيب بس الدرق الازاز ده في التلاجة ايه للصبح بقى ان شاء الله بعد الفطار نشرب منه بقى يبقى ساقع وحلو. حطيته في الازاز ده بيسقع الحاجه بسرعه وبيبقى جميل. بصوا الفول بيغلي وحلو ازاي ولونه جميل فاتح وتحفه. بس ما تفتحيش عليه كتير وما تسيبوش يعطش يعني، ساعه ما يعطش اغلي ميه في البراد وزودي على طول، وما تفتحيش عليه كتير لان هو لما بيتعرض للهواء الكتير والفتح الكتير بيسود معاكي. طبعا بعد ما بيستوي ويبرد بتكيسيه وتحطيه في اكياس. انا كان نفسي اوريهولكم بس عايزه انزل الفيديو فقلت